السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. صباح أمل، صباح جديد، صباح تفاؤل. احنا النهاردة كده يا جماعة ان شاء الله يوم الجمعة. الصبح بدري، انا صحيت بدري جدا جدا. ليه صحيت بدري؟ انا طبعا طبيعي ان انا بصحى بدري، بس النهاردة صحيت بدري بزيادة شوية. صحيت الساعة 6:30. لان انا يا جماعة بسبب قطع الكهرباء والنور عمال يجي ويقطع والكلام دوت بوظ لي الغسالة بتاعتي. فسكتت كده، لا بقت تصد ولا ترد زي ما بيقولوا. فبقى الهدوم كترت عندي، فانا اضطريت بقى ان أنا اصحى بدري عشان اغسل الهدوم دي كلها. انا غسلت الهدوم دي كلها يا جماعه على ايديا. عملتها ازاي بقى وغسلت ازاي؟ تعالوا تابعوا الفيديو بتاعي. طبعا من بالليل، طبعا دوت يوم الجمعه، دوت من يوم الخميس بالليل انا بدات ان انا نقعت الهدوم كلها. بصوا كده، الهدوم الالوان نقعها في البانيو، والهدوم اللي هي بتاعه الخروج والهدوم البيضاء نقعتها في اطباق كده عشان ما ينفعش انقع الاتنين مع بعض. تمام تمام. بدأت كده بقى ايه، اخدهم كده اتسلى عليهم حتة حتة كده واغسلهم على ايديا كويس قوي. والطبق التاني دوت فيه عندي اللي هي الحنفية الارض ديت. فانا حاطه الطبق ده تحتيها وبغسل ايه الهدوم. فباخد كده حتة حتة بقى اغسلها كويس كده، وابدأ ان انا ايه، اقرطهم حلو قوي كده على ايديا، عشان لو فيهم اي حاجة متسخة، اي حاجة مش نظيفة تطلع معايا. وخصوصا ان انا نقعهم من بالليل، فايه ما تعبونيش في الغسيل قوي يعني ولا حاجة. يا جماعة، موضوع قطع الكهرباء ده بجد 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 موضوع مزعج جدا. ربنا يعدي بقى الأيام اللي جاية دي على خير. بجد لأن الواحد تعب جدا. أنا عندي المروحة باظت، وعندي الغسالة بتاعتي باظت. فجبت بقى طبعا حد عشان يشوفها ويصلحها لنا وكده. لقيت الغسالة محتاجة مبلغ وقدره عشان تتصلح. فقلت لا، مش وقته خالص بقى دلوقتي. فقلت يلا خليها بقى على الله كده، وشديت حيلي كده وقمت غسلت. بصراحة الحمد لله، علقة محترمة. لان في الوقت اللي احنا فيه ده ما حدش بيغسل على دي اصلا. بس الحمد لله، ما باليد حيلة زي ما بيقولوا. فبدأت كده اغسل ايه، حاجة حاجة كده، وربنا طبعا عني وقواني، والحمد لله الحمد لله. فيعني الفيديو دوت بس حبيت انكم تشتركوا معايا فيه. وتشوفوا انا عملت ايه في الغسيل بتاعي، عشان لا قدر الله لو حد فيكم حصل نفس المقلب ده، لان احنا كلنا معرضين. خلوا بالكم يا جماعة بقى من موضوع الكهرباء ديت. معرضين لاي حاجة تقطع، فنعمل يعني ايه، تخلوا بالكم بقى عشان ما تورطوش الورطة اللي انا فيها دي. دلوقتي بقى وانا بغسل بصيت لقيت الميه كترت كده وطلعت بره. لقيت ان انا ما شلتش اصلا غطا البلاعه، فشلته وايه، وبدات ان انا اغسل تاني. شديت بالمساحه طبعا الميه اللي طلعت، وبدات ايه اغسل حاجتي واحده واحده كده. فانا يا جماعه بغسل فمين. الناس اللي ما تعرفش يعني ايه فمين، يعني الفم الاولاني ده اللي انا قاعد فيه بغسل حاجات كده على ايديا، وفي بحطها في الطبق اللي اللي جنبكم دوت وبشطفها. وبعد كده بعمل ميه بمسحوق تاني وارجع اغسل مره كمان وارجع اشطف. تمام تمام، دول الفمين يعني. ماشي، لان احنا كنا زمان احنا ما عندناش غسالات اوتوماتيك ولا الكلام ده كله. كنا بنغسل في الغساله العاديه، كنا بنغسل فمين، فم اول فم تاني. فانا غسلت على ايديا فمين برضه. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. فكده اخدهم حته حته كده واغسلها على ايديا حلو بقى كده وانضفهم، عشان احاول ما اخليش فيهم اي حاجه خالص. يعني لا الاقي فيها مثلا يعني ما اتعبش بقى واتعب نفسي واعمل المجهود ده كله، وابص الاقي الهدوم متوسخه، الاقي فيهم حاجه مش نظيفه، حاجه مصفره، هزعل. لا، مسكت بقى كده الحاجه غسلتها واحده واحده. والغسيل بصراحه يا جماعه طلع زي الفل. يعني بجد بجد الناس اللي كانت بتغسل على ايديها زمان بجد شابوه ليهم. الغسيل بصراحة كانت ناس ما تتعوضش يعني بجد. الغسيل بيطلع فلة، وبيطلع بقى كمان. يعني الحاجة اللي انا اكتشفتها من مميزات الغسيل على الايد، ان الغسيل بيطلع مفرود كأنه مكوي. مش بتحتاجي مكوة بقى وتهدي حيلك في الكوي. وبيطلع حلو جدا كده ومفرود ونضيف زي الفل. بيطلع قشطة بصراحة يا جماعة، ما تلاقوش فيه الهوا بصراحة بصراحة. فانا كده بقى ايه، ديت الهدوم دي بتاعت الخروج والهدوم البيضة دي غسلتها الاول كده لوحدها كده وبشطفها بقى وايه. ونكمل الفيديو كله بتاعنا مع بعض كده عشان تشوفوا انا هعمل ايه بقية الفيديو. متنسوش بقى حبايب قلبي كده، اللايكات اللايكات اللايكات. انا عايزه منكم لايكات كتير جدا. مش عشان تعبت في الفيديو ده، انا ايدي كسرت وظهري اتكسر وتعبت قوي قوي بجد على ما خلصت الفيديو دوت. او على ما خلصت الغسيل، مش الفيديو اللي انا قاعده بتكلم معاكم فيه، على ما خلصت غسيل. فربنا يعيننا ويقوينا يا رب. بجد بجد يا جماعة، موضوع الكهرباء ده موضوع مزعج جدا. الواحد بيقوم بالليل وهو نايم في عز نومه، يقوم يلاقي نفسه غرقان مية، يبص يلاقي المروحة فصلت. يقولوا لك شيلي الفيشة بتاعت معرفش التلفزيون، فيشة التلاجة، فيشة معرفش ايه. طب التلاجة يا جماعة احنا نايمين، الكهرباء فصلت، هنشيل الفيشة ازاي واحنا نايمين؟ فبصراحة يا جماعة بجد والله ربنا يسترها بجد بجد على الأجهزة بتاعتنا. خلوا بالكم من الموضوع ده قوي يا جماعة بجد.
لان يعني مش هيبقى زي ما بيقولوا موت وخراب ديار. الميه كل شويه عماله تقطع والنور عمال يقطع والدنيا ايه حلوه قوي. الميه بتقطع عندنا يا جماعه لان الميه عندي، انا ساكنه في الدور العاشر، والميه بتطلع عندي بالمواتير. فاما الكهرباء بتقطع الموتور كمان ما بيشتغلش، فالميه الاخرى بتقطع، فبيبقوا الاتنين كده. خلاص كده انا خلصت اخر حاجه اهو زي ما انتم شايفين. بصوا انا هوريكم الميه بتاعت اول فم. دي البندانه، يعني دي بندانه اللي هم ولادي بيلبسوها تحت الطرح كده. فروخرين بقى عماله اغسل فيها حلو قوي كده عشان مبقاش فيها اي حاجه. انا مسرعه الفيديو يا جماعه عشان الفيديو كان اكتر من كده بكتير بكتير بكتير. انا مسرعاه عشان ما اطولش عليكم. بصوا بقى كمان يا حبايب قلبي الميه بقى شكلها ايه اللي انا نقع فيها الهدوم. يعني بجد برضو موضوع النقع ده حلو، بيفرق كتير قوي قوي، بيخلي الحاجه تنضف معاكي بسرعه. بص الميه شكلها ايه. انا بقى هرمي الميه دي واعمل ميه تانية واغسل فيها الهدوم، وبعد كده ايه يعني انا ما جبتش بقى الفم التاني اللي انا بغسله، بس انا عملت مسحوق تاني وغسلت الهدوم مره كمان، وبعد كده شطفتها. ودي بقى اخر شطفه اللي هي ايه، نقلت الطبق الكبير ده تحت الحنفيه ومسيبه الحنفيه، وانا ايه عماله اغسل كده، يعني اشطف الهدوم كده واعصرها وانقلها ايه في الطبق التاني عشان ايه تتشطف اخر شطف. يا رب بقى الفيديو بتاعي ده يعجبكم، وعايزه لايكات كتير، وما تنسوش بقى تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. وكمان نسيت اقول لحضراتكم كل سنه حضراتكم طيبين، تسوعه وعاشوره. يلا بقى لو حد فيكم هيعمل عاشوره يقول لي ان هو عمل عاشوره، ولا حد فيكم بقى ايه يعمل اي حاجه حلوه الموسم كده يقول لي. انا بصراحه يا جماعه مش هعمل عاشوره ولا هعمل حاجه دلوقتي، لان انا جوزي مسافر. فانا هعمل لما يجي بالسلامه ان شاء الله، نموسم مع بعض. هو ان حيانا ربنا يجي بالف سلامه كده ان شاء الله، ان شاء الله بمشيئه الرحمن. ربنا يستر طريقه، هيجي يوم الجمعه الجايه، فلسه قدامه اسبوع. فانا بقى ايه اما يجي بقى نبدا ان احنا نعمل الموسم بتاعنا. دي كده الهدوم بقى اخر شطفه اهيت انا بوريها لكم بقى. خلاص كده انا بشطف الهدوم وبنفضها حلو كده عشان خلاص ابدا استعد ان انا ايه اروح انشرها. انا غسلت طبعا دول اول حاجه كده، ورحت نشرتهم، وبعد كده جيت كملت بقيه الغسيل اللي في البانيو دوت. تمام كده تمام. سهلة وبسيطة، هي سهلة بس مش بسيطة. تعب بصراحة يا جماعة والله، تعب قوي 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 بجد. انا تعبت جامد جدا والله. ربنا بجد يعني الناس بتاعت زمان دي ربنا يعينها ويقويها بجد يا جماعة. تعب تعب ما في بعده تعب بجد. موضوع انك تغسلي على ايدك، وكمان انا عندي المكان زي ما انتم شايفين كده حاكمني المكان ضيق، فبغسل وانا قاعدة، فالقعدة دي بجد تعبتني، لاني بص عمالة كده وبايد واحدة واعمل كده. فبجد تعبت بجد. الحمد لله الحمد لله على كل حال. ربنا يسهل ان شاء الله وييسر الامور كده ويكرمني واصلح الغسالة عشان انا تعبت بجد. الحمد لله الحمد لله. فكده دي اخر حاجه هي كده انا بوريها لكم اهيت. دي اخر حاجه في شطف الهدوم. يعني دي الهدوم البيضه خلاص انا خلصتها كده، وهدوم الخروج كمان خلصتهم وشطفتهم كده بقوا فل بقى. ونسيت اقول لكم ان انا حاطه لهم دوني بقى ومسحوق خليتهم ايه قشطه. كده انا خلاص خلصت. بوريكم البانيو بقى فيه هدوم قد ايه. كده دخلت على البلكونه بقى وجبت حته قماشه كده، دي طرحه قديمه عندي بس قطن. بلها ميه وبمسح بيها سور البلكونه كده عشان امسح بيها الحبال، وبمسح بيها السور عشان الهدوم بتاعتي اللي هنشرها ما تتوسخش. لازم يا جماعه من الحاجات الاساسيه برضو ان احنا دايما نمسح الحبال عشان الهدوم ما تتوسخش. بوريكم الفوطه حتى شكلها عامل ازاي، او الطرحه اللي انا بمسح بيها شكلها عامل ازاي. بدات كده ان انا انشر الهدوم بقى. الهدوم بس ايه، يعني انا بقيت حريصه جدا ان الهدوم تكون معصوره كويس جدا، ما فيهاش اي ميه. بصوا ما فيهاش ميه خالص اهي. بجد تعبتني في العصر قوي عشان بس الميه ما تنقطش على جيراني او بهدلهم او كده. هي في الدور العاشر وطبعا عندي جيران كتير. فبدات كده انفض الحاجه بقى كده وانشرها واحده واحده، وكده كده كان الشكل النهائي بعد ما خلصت. مليت البلكونه كده يا جماعه. ده الابيض بعد ما غسلته بتاع الخروج ونشرته. وبعد كده يعني ايه بعد ما خلصت تاني دخلت بقى انشر اغسل اللي هو في البانيو، وبدأت ان انا ايه نشرته هو كمان. يعني بصوا اتهد حيلي بجد كده بقى. ده اخر حاجة خالص. وكده كانت الساعة لسه 9 الصبح، يعني خلصت الساعة لسه 9 قبل الجو ما يحرر. خلصت كل حاجة بدري بدري، بغسل غسيلي ومفيش مثيلي زي ما بيقولوا. وكده خلاص خلصت الغسيل كله، ولسه في طبق تاني هنشره. واقول لكم الفيديو بتاعي كده خلص، والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.